صار لي تقريبا 3 سنين ما طالعة أي مكان لوحدي، دائما ويا عائلتي، بما أنه أولادي هسه بالروضة فحبيت أنه شوية أكسر من الروتين وأطلع ويا صديقة إلي نروح نتغدى أنا وياها سوا. التعليق دا يسألني إذا أنا حبيت فاونديشن ليدي غاغا أكثر من فاونديشن جورجيو أرماني. اللي يعرفني ويتابعني من زمان، فاونديشن جورجيو أرماني هذا من الفاونديشنز اللي أنا مستحيل أستغني عنه، لأنه التغطية بيه كلش خفيفة وبيخبل، وبصراحة يعني ما شفت أخف منه وأحلى منه على الوجه. كونسيلر هذا اللون غريب بس من الدمجو يطلع يخبل على العين. Bake my face، نطبخ وجهي. عادة بس أحط هذا الفاونديشن، ما أحب أكثر ميك اب وأحب اللوك يطلع كلش ناتشرال، بس اليوم خبصت it's okay. ما أريد هواية إنه يبين الآي إنه مشتغل عليه هواية، راح أحط بس هذا. أي كونتور أو برونزر عندكم ياه هيجي بس حتى شوية ينطينا دفنشن للعين. مو صحي إنكم تسوون هاي الطريقة بس أحب. فرشاية متسطحة هيجي ناخذ هذول اللونين هيجي ونسوي ايلاينر بالاي شادو خفيف، ناخذهم من تحت العين وهيجي بس. كل هذا على اساس ما اريد اكثر. ما اني سويت عكس يلي قلته الحواجب، بس راح احط لهم مسكرة حتى لا يبين اللوك كلش حاد. الرموش بس مسكرة. الكونتور راح نسوي باودر، للمنتجات يلي استخدمتها راح انزلها هنا على الستوري، لا تنسون تتابعوني. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وشنو اسوي بشعري، ابقيه هيجي لو اسويه ضفيرة لو اسشوره. يلا قبل ما اجهز، احبكم.